في قلب العاصمة، وفي ليلة باردة من شتاء 2019 بدأت قصة غامضة ستكشف عن أبشع خيانة عرفها حي من أحياء المدينة. شاب في مقتبل العمر يعيش حياة بسيطة، يعمل بجد من أجل نفسه وعائلته، يملك ورشة صغيرة لتصليح السيارات، وكان حلمه أن يؤسس بيتاً ويخوض رحلة حياته مع من يختار قلبه. لم يكن يعلم أن حياته ستنتهي على يد من يثق به أكثر من أي أحد، صديقه المقرب كمال. سليم، اسمه الذي ارتبط بالطيبة والأمانة، كان محبوباً في حيه، معروفاً بأخلاقه العالية وهدوئه الطاغي. كل من يعرفه كان يصفه بالشاب الصالح الذي لا يؤذي أحداً، والذي يخطط لمستقبله بنفسه من عرق جبينه. وكان هناك شخص واحد يشاركه أسراره، يشاركه الضحك، يشاركه الطعام والشراب. شخص ظن سليم أنه أخوه الحقيقي، كمال. لكن الصداقة لم تكن كما تبدو، ففي ليلة الثلاثاء 12 من جانفي أغلقت ورشة سليم أبوابها كعادتها، وركب سيارته من نوع لوغان، وأجرى مكالمة قصيرة مع والدته. يا يمه، راني جاي نتعشى وجدي لي الماكلة. كلمات عادية، لم تكن الأم تعلم أنها آخر مرة تسمع فيها صوت ابنها. مرت ساعة، ثم ساعتان، وسليم لم يعد. هاتفه مغلق، محاولات الاتصال باءت بالفشل، والقلق بدأ يتسلل إلى قلوب العائلة. لم يكن من عادته المبيت خارج المنزل دون إخبار والدته. التحركات الأولى كانت إلى مصالح الدرك الوطني للتبليغ عن اختفائه، وتم تعميم مواصفات سيارته ولوحتها. الأيام مرت، 3، 4، ولم يظهر أي أثر له، وكأن الأرض ابتلعته. ثم جاء الاتصال الذي قلب كل شيء. مواطن كان يتجول في غابة معزولة بضواحي العاصمة بين بوشاوي وباينام، وجد سيارة محروقة بالكامل. عندما وصلت عناصر الدرك والشرطة العلمية كان المشهد صادماً. السيارة التي تنتمي لسليم محترقة، وفي الصندوق الخلفي بقايا جثة متفحمة. التقرير الطبي أكد أن الوفاة لم تكن بسبب الحريق فقط، بل تعرض سليم لضربة قوية على الرأس قبل أن يحرق. بدأ المحققون يستجوبون المحيط المقرب من الضحية، وعينهم تتجه نحو كمال، الصديق الذي كان يبكي بحرقة مع العائلة ويتظاهر بالحزن العميق. لكن التفاصيل الصغيرة كانت تكشف الحقيقة: تردد، تململ، تهرب في الحديث عن آخر مرة التقى فيها بسليم. الأدلة الرقمية جاءت لتدعم الشكوك. آخر مكالمة تلقاها سليم قبل إغلاق هاتفه بدقائق كانت من كمال. ثم جاءت كاميرات محطة وقود قريبة. تصور كمال وهو يشتري جيركان من البنزين في وقت متأخر من الليل. مواجهة الأدلة كانت حاسمة. انهار كمال واعترف بكل أنا شيء. أعترف بكل شيء. استدرج صديقه إلى منطقة معزولة بحجة وجود سيارة، فرصة لمعاينتها. وفي لحظة غفلة ضربه على الرأس، سرق المال، ثم أضرم النار في السيارة والجثة، ظناً منه أن النار ستمحو أثر جريمته. كل ذلك حدث بسبب الطمع، بسبب المال فقط، وليس لأي سبب آخر. العدالة أخذت مجراها، وحكم على كمال بالإعدام أو السجن المؤبد بتهمة القتل العمد مع سبك الإصرار والترصد. أما سليم فقد رحل، تاركاً وراءه عائلة مفجوعة وأماً حزينة، وعبرة لكل من يثق بالآخر بلا حدود. كيف يمكن للطمع أن يحول الإنسان إلى وحش؟ وهل الثقة أصبحت عملة نادرة؟ رحم الله سليم، وأبعد عنكم رفقة السوء. فليس كل ابتسامة أو يد ممدودة إليك تحمل الخير.
القلوب الطيبة قد تنكسر على يد من نثق بهم أكثر من أي أحد آخر.